هذه الخميره البلديه تبان لكم مزيان. خميره بلديه، شوفوا الخميره كي دايره بلديه. هذه الخميره البلديه هاهي نكبها هنايا. بالنسبه للخميره البلديه، الناس اللي ما كيعجنوش يوميا ولا فهمتي ما كتعجنيش على 24 ساعه، من الاحسن تدخلوها للثلاجه. انا هذه راه عجنت بها البارح ياك، ودرتها في بلاصه بارده. الا عندك الكوزينه سخونه من الاحسن كدوز واحد 3 سوايع ل 4 سوايع في العشيه دخليها للثلاجه، وفي الصباح عاود جبديها باش ما تبقاش تحماض ليك. هذا ما كان. هذه الخميره البلديه. هاد القرعه اللي فيها الخميره البلديه غادي ندير فيها شويه الماء ونزيدها باش تبقى ليا نهار اخر. الماء بارد عادي. هيا اول حاجه كندير هي نعاود الخميره نصايبها، عاد كندوز باش نعجن. هيا كنزيدها دقيق كومبلي. الا عندكم القمح مطحون، او لا انا عندي هذا ديال الباكيه، ها كيبان لكم عندي ديال الخنشه. الا عندكم حتى مطحون مزيان، انا عندي ديال الخنشه غادي نستعملو. ها هو شوفوا، غادي نزيد واحد الكاس تقريبا واحد نصيص. انا ما كنعجنش بزاف، كندير واحد الخبيز وديك اللاطه ديال الفران. هانتوما واخا كيبقى جاري راه كيعاود يتجمع، راه حتى الكومبلي كيشرب واخا كيبقى خصو يكون على هذا القوام باش كيخمر صافي وكيعقد بوحدو راه كيشرب وغادي يخمر صافي. انا كندير لها هكا، هي كتشوفوا غادي نخليها حتى كتخمر ليا هاد العجينه اللي غادي نستعمل، وكندخلها للثلاجه. انا هذه كندخلها للثلاجه ما كنخليهاش برا. هذا ما كان. بالنسبه للعجينه ديالنا هانتوما كي كتشوفوا هذه الخميره اللي شفتوا، هذه اللي خليتها حتى هي غتولي ليا بحال هذه. ها هي بحال هذه، غدا غادي تولي ليا بحال هذه ان شاء الله. نعاود نعجن بها ثاني الخبيزه ديالي. المهم بالنسبه كي كتشوفوا الخميره البلديه ديالي غادي نضيف ليها شويه ديال الروميه غير باش ما كتجينيش حامضه، واحد شويه باش تهرسي ديك الحموضه، لان كاين اللي ما كيبغيش ديك الحموضه ديال هانتوما. معلقه صغيره كيبغيش ديك الحموضه ديال العجينه. هذا ما كان. ما غنديرش اللي بغا يدير العسل ولا السكر يديرو، انا ما غاديش ندير الحلاوه، غنخليها عاديه هكا صافي. هنا غادي نزيد بالنسبه للدقيق، هنا خليت الماء كيسخن، ما يسخنش ليا بزاف، مع شويه الحال بارد ضروري نديرو الماء دافي. هنا غادي نزيد الماء هو الاول، غنزيد واحد الكاس. ها كاس ديال الماء، وغادي نبدا نزيد الدقيق. ها واحد، ها الثاني، غادي نزيد مع واحد الكاس ديال الفورس، وغادي نحرك ونشوف القوام ديالو. انا ما بغيتوش يجيني يعني مطلوق بزاف، ما بغيتوش يجيني مجموع. صافي انا بغيتو على هاد القوام. هو نحركو مزيان حتى تندمج ديالي. ممكن تستعملوا يديكم. صافي غادي نخليه هنا، غادي نغطيه. الملحه ما غاديش نديرها، الملحه ما كنديرش حتى تخمر ليا العجينه، لان الملحه كتبطئ لينا التخمير، ولهذا الملحه ما نضيفوهاش، نخليو الملحه حتى يتمجي خامر لينا هاد العجينه. حتى دابا انا غنخليها حتى تمجي خامره، عاد غادي ندلكها بيدي بحال شكل الدليك ديال المخنفر، يعني غادي نطلقها بيدي مزيان
هي الطريقه ديال الدليك ديالها. يعني ما غاديش ندلكوها بزاف، ما غاديش نخليوها عاوتاني هكا، ما يمكنش، خاص ضروري ما ندلكوها. انا نوريكم الطريقه ديالي ديال الدليك. ها نتوما تشوفوا انا راه عجنتو البارح الخبيز، ها هو شوفوا شحال باقي فيه، ها هو راه تبارك الله دا تعوج مع الشبكه. ما هانتوما شوفوا، ها قطع لكم، شوفوا كي كيجي، ها هو باقي رطاب بحال يلاه مطيبه غير الصباح. هانتوما وشوفوا خامر ومطلوق وزوين، والريحه ديالو ديال الخميره البلديه يا سلام، وبنين بنين في المذاق ديالو. هانتوما راه طيبتو عجنتو البارح، ها هو يا سلام. صافي هنا كي قلت لكم غادي نغطي ديك العجينه ديالي بالسلوفان ونخليه حتى يختمر ليا. غادي ندير هنا مليحه، الملحه غادي نديرها باش تذوب، هذاك الماء ديال الملح هو باش غادي نعجن، نبقى ندير فيه كنرش يدي بالملح، قياس ديال المليحه تقريبا غنديرها واحد نص كاس. كتذوب هذيك الملح، وفي نفس الوقت هذا هو الماء اللي غنعجن به، كنبقى نرش بيديا ونعجن باش ما تلصقش هي العجينه في يدي، وباش كنديروا الملح ديالنا للعجينه اللي ضروريه. هذا ما كان. هنا بعد ما ارتحت ليا شويه بدات كتخمر، ها نتوما كتشوفوا. غادي ندوز باش كي قلت لكم ندير شويه رشيد ديال الملح ونعجن بهذه الطريقه. ها بحال كنعجن المخنفر دي باش ما هي الطريقه اللي غنعجن بها. كتطلق لنا داك الخيط، مليحه اللي بقات. صافي وهنا كنخليوها حتى تخمر، تمجيه خامره. صافي هاد شويه اللي كتشوفوا هو اللي دلكت، ما غادي نضربوا معاها لا تمره لا والو. نغطيوها، الا كاين شي مكان دافي شويه نحطوها فيه باش تعاوننا في سريع التخمير من الاحسن، مثلا فوق شي فران ولا فوق، هذا مكان.